الآن عن أن أكثر منتخبات إقناعا هو المنتخب الفرنسي المقبل على أكبر اختبار ربما في كأس العالم هو المنتخب المغربي، لكن ما شاهدناه اليوم من الأرجنتين هل هي ملامح منتخب قادر على الفوز بكأس العالم إذا اعتبرنا أن الكثير من الأبطال في النسخ السابقة كانوا يلعبون بأداء تدريجي يتحسن من مرحلة إلى أخرى؟ لا، هو أنا كنت قايل إن هو من المرشحين، إنما لو فضل الأداء ده الأمور هتبقى صعبة، لأنه في فرق أحسن منه، كولومبيا هتتعبه، كولومبيا لو كسب سويسرا هتتعبه، هتبقى أسرع منه، فلازم الأمور دي تعالج. هو دفاعيا سهل الوصول لمرماه، لو أي حد بيمارس الاندفاع البدني والريتم السريع هيزعجه، فدي أحد الأمور اللي لازم يعالجها. في حاجة تانية خاصة بينا إحنا، بعد كل خروج لازم نهدى. طيب قبل إحنا ايش رايك نسمع لمدربنا؟ اتفضل. نستمع الكابتن حسام حسن مصرحا مباشرة بعد خروج المنتخب المصري بهذه الطريقة الحزينة من المونديال. كابتن حسام، تقييمك للمباراة لو سمحت خطوة كانت في متناول اليد، كنتوا قريبين جدا، اللاعبين المصريين أدوا أداء تاريخي، تقييم حضرة جنابك للمباراة؟ الحمد لله احنا كنا احسن بس الكرة لسه يعني انا شايف ان النوت فير بالاولاد بالانجليزي وبالعربي اللي بيحصل ده مش فير. احنا لينا بنالتي اتلغى جون ما اعرفش ليه اتلغى جون، وبعد كده كنا ممكن نبقى 3-1 اتقلبت ل 2-2. الكرة البنالتي اللي اتشد جوه ال 18 شد الراجل حمدي، ما اعرفش، هو ممكن يكون ممكن الموضوع بقى يبقى تسويق، يعني هو ممكن يكونوا عايزين يعملوا كاس العالم، عايزين يخلوا بطل الكاس العالم اللي فات يكون موجود، عايزين يخلوا ميسي موجود، لكن احنا عملنا اللي علينا. بشكر لعيبتي جدا وبقول للجماهير المصريه والشعب المصري والعربي والافريقي، بقول لهم كتير من الاوقات ممكن تتعب وتعمل اللي عليك، بس في نفس الوقت في عوامل تانية خالص تبقى صعبه، لكن بقول لهم احنا كنت اتمنى ان احنا نفرحكم اكتر من كده وانا من النوع اللي ما بحبش خساره، ولما يكون خساره ظالمه زي اللي النهارده، انا يعني بقول لهم معلش ما تزعلوش، كنا نفسنا ان احنا نفرحكم اكتر من كده، والحمد لله على كل شيء. لكن كرة القدم فيها حاجه غير ما بيحصل في الملعب، في حاجات بتحصل غير الفنيات وغير الماتش. حتى لو احنا بنلعب قدام بطل العالم، لكن في نفس الوقت في مسانده من كل النواحي لبطل العالم، مسانده تسويقيه ايا كان. يعني بالنسبه لك كمدرب كمدير فني، الخطه والاعداديه لهذه المواجهه، اذا تعطينا رؤوس اقلامها والخطه الفنيه لدخول هذه المباراه. احنا بنلعب زي ما انا قلت في المؤتمر الصحفي قبل الماتش، انا لينا اسلوب، وانا كنت يعني الحمد لله كنت واثق في الشغل اللي احنا بنعمله معانا ولاعيبتي والتطور بتاع الفريق، وكنت بشتغل عايز انا افرض اسلوب انا، وده اللي كان بيحصل واللي اتعمل مع كل الماتشات، يعني اتعاملنا مع كل الفرق ان احنا بنفرض اسلوبنا احنا، وبنلعب مع طبعا لعيبه محترفين، لكن في نفس الوقت اللي انا سعيد بيه ان لعيبتي كانت بتنفذ في اوقات كتير واشتغلوا بشكل كويس. لكن في عوامل زي ما قلت لك هي من الخارجيه هي اللي ممكن تاثر على النتيجه، وفي نفس الوقت حتى لو الاهداف جت فيه اخطاء، لكن في نفس الوقت الاخطاء الكبيره ان انت ما تاخدش حقك من صحاب القرار اللي موجودين، اللي هم عوامل، اللي انا بقول لك عوامل اخرى. فانا بقول ان انا سعيد ان لعيبتي ادت البطوله على اعلى مستوى، وده كان شرف كبير لينا وللكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه. وبقول لكل الجماهير اللي بتتفرج علينا اللي بتساند المنتخب المصري سواء في الوطن العربي او افريقيا او بلدي في مصر، بقول لهم يعني انا اسف ان انا كنت نفسي ان انا اكمل لابعد مدى، لكن انا ما تزعلوش، لكن كل ده اتعمل في وقت قليل، ان احنا عملنا فرقه منتخب يشرف الكرة المصرية والعربية والأفريقية. بالأمس تحدثت عن مشروع الكرة المصرية بغض النظر عن نتيجة اليوم، هل تعتبر اليوم أيضا بغض النظر عن النتيجة أنه في تكملة لهذا المشروع المصري الكروي؟ إن شاء الله طبعا. أنا
طموحي لا يتوقف يعني، وطموح الكره المصريه بالطبع لازم بالتاكيد لازم لا يتوقف، لان منتخب الكره المصريه مهمه جدا بالنسبه للوطن، بالنسبه لافريقيا والوطن العربي. لكن الحمد لله النهارده شافت عايزين نكمل كل المنتخبات، ما همناش من الفرق اللي كانت بتلعبنا مين ومين اللعيبه اللي موجودين، عايزين نكمل على خلاص. احنا دخلنا في عمق الكره العالميه، ان احنا لا نهاب احد، وانا قلت الكلام ده امبارح، قلت ان احنا الماتش هيبقى صعب عليهم وعلينا، لكن وفي نفس الوقت هو اتصعب عليهم اكتر. يعني احنا يعني انا سعيد بلعيبتي جدا، سعيد بما قدمناه، لكن مش سعيد من العوامل اللي حصلت. لكن التطور هيجي ولسه مش هنتوقف على الهدف ده، لسه قدامنا كتير اهداف كبيره، ان احنا منتخب مصر يبقى يجابه اي منتخب في العالم بالعقل وبالشغل وبالتحضير وبالاجتهاد والمسانده الكبيره من اداره ومن جهاز فني ومن لاعبين. وهذا سؤالي الاخير، ايش كانت رسالتك للاعبيك المصريين من بعد المباراه؟ قلت لهم شكرا، وتعبتوا في البطوله وعملتوا اللي عليكم، وانا راضي عليكم حتى لو في اخطاء حصلت، لكن انا راضي جدا جدا على المجهود اللي هم عملوه. راضي ان انا يعني اللاعبين غالبيه اللعيبه كلهم من الدوري المحلي المصري، فكل اللاعبين اللي موجودين زي ما انت شايف كله في المنتخبات الثانيه كلهم في محترفين في اوروبا ومتعايشين مع الاجواء الاوروبيه، ومع ذلك احنا بلاعبين طبعا زي صلاح وعمر وهيثم بلاعبين محليين، قدرنا ان احنا نجابه اي حد وهنجابه اي حد، وهنقاتل على تواجد الكره المصريه بشكل قوي ومؤثر على مستوى العالم. بس ارجو ان يبقى فيه فير، يعني ارجو زي ما انا قلت الفيفا شعارها فير بلاي ريسبكت. انا شايف ان يعني اتظلمنا في اول ماتش في بلجيكا، كان لينا ضربه جزاء، وفي الاخر النهارده نفس الشيء، فانا واخطاء قاتله ومؤثره. لكن انا بقول ان انا سعيد بفرقتي، وفي نفس الوقت بقول لجماهيرنا يعني من حقهم ان يفتخروا بان عندهم فريق بيلعب كره محترمه ومش خايفين من اي حد، وفي نفس الوقت انا عارف ان طموحهم وطموحي اكبر من كده، ان احنا نوصل ابعد من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله. كابتن حسام ما قدمه في هذه البطوله، سنعود للقطه التي يتحدث عنها الكابتن حسام من وجود شد. نحن عرضنا قبل قليل جزءا من هذه الحاله، داس كما راى الجميع هنا على محمد صلاح، هناك ايضا شد في الجانب الاخر من منطقه الجزاء. كابتن محمد، انا قلت يا محمد اللي حسب او لغى ضربه الهدف بتاعنا لازم يخلي باله بقى، انما حسام قال فير بلاي، لا مش فير بلاي. هو في الشد كابتن لاحظ يقصد ماكاليستر، ماكاليستر على المنطقه وقدام الحكم. شوف وقفه الحكم فينا كابتن قدام الحكم يا محمد، فاهم؟ الحكم شاهد ما شافش حاجه، جول مصفر، قال روح اجري يد على السنتر قوي وقول جول، مبسوط. ده الحكم متحمس. حسام قال لك الفير بلاي. الفيفا دلوقتي ايه؟ تليفون بلاي. عاوزين نشيل الكارت الاحمر، شيل يا كابتن. لا، انفنتينو بوظ الكوره، لا بوظ الكوره للاسف يا كابتن محمد، ده بوظ الكوره. بتقول لي كاس عالم يشيل الكارت احمر من لعيب بتليفون سابقه ويعين الحكم وابتزاز للحكام، يقول له خلي بالك الحكم اللي اداله كارت احمر ملفه مشبوه. ده ابتزاز للحكام بطريق غير شرعي. فالان كره القدم في خطر. هل انفنتينو قادر ان هو في الخطر؟ لا طبعا هو بوظ كل حاجه. امركه الكوره دي يا كابتن محمد تبوظ كل حاجه. فحسام عنده حق. احنا خدنا حقنا النهارده؟ لا، ما خدناش حقنا. هل الحكم ظلمنا؟ الحكم ظلمنا. بس هو تكلم عن نقاط في غايه الاهميه، عن قدرات المنتخب، عن ان هذه فقط انطلاقه، القادم افضل، الثقه في هذه المجموعه، في قدره اللاعبين المصريين والمدرب المصري على الذهاب بعيدا بمصر على مستوى الكره. هو عنده مشروع للكره المصريه في دماغه، فخلوه يشتغل. هو الان لا يمس. هو بيقول موجود، او الاتحاد هيديله عقد لحد 2030، فهو لازم يقود المشروع زي ما قلت لك يا محمد، اكتشاف المواهب. لازم الدوله او احنا نعيش بمشروع مواهب. حاجه ثانيه، الانديه الشعبيه، مع احترام لكل الانديه الموجوده في الدوري المصري، ماشي استثمار وشركات وبتاع، انما الانديه الشعبيه هي الاصل. لازم الزمالك اسماعيلي كله، وبقيه الاتحاد السكندري والترسانه كله. ليه؟ لان الانديه الشعبيه
والمحله، هي دي كره القدم. الكره للجمهور، الكره للشعب. شفنا الشعب النهارده موجود في الشوارع، فلازم الانديه الشعبيه دي يبقى ليها نظره مختلفه عشان ترجع تاني، لانها كانت قوام اساسي هي بتولد المواهب طبعا للمنتخب. للمشروع. المدرب المصري، شفنا ان التجربه بتاع المدرب المصري نجاحات الكره المصريه. كابتن حسن، كابتن جوهر الله يرحمه، حسام حسن، هاني رمزي كان موجود مع المنتخب الاولمبي، الكابتن شوقي غريب لما كان ماسك منتخب الشباب، الجهاز بتاعنا لما كان موجود. فالمدرب المصري زي ما انت تكتشف مواهب، عد المدرب المصري، لان المدرب المصري مش هيعد نفسه، لازم احنا لنا مشروع كمدرب مصري. مثل نجاح المغاربه مع مجموعه كبيره من مدربين المغاربه في توقيت زمني بسيط. ايوه، معظمهم نجحوا. ودي اللي انت شايفه له نظره وشايفه كويس من المدربين، فترات تعايش ازاي، واديله الفرصه وما تخافش. حسام ما خافش وادى الفرصه ولقى المسانده وخد المسؤوليه. حاجه تانية للاعلام بتاعنا، انا احب النقد البناء، انقد بس يبقى فيه بفايده. انا عارفين احنا كله بيحب البلد وكله بيحب مصر وعاوز النجاح، انما تنقد لازم يبقى فيه حدود للنقد، ونقدك يبقى بناء، تقول بعد تبرز المشكله وتديني الحل. يعني احنا كنا لما بنلعب يا كابتن محمد، كابتن حسن المستكاوي الله يديله الصحه، كنا نستنى هو هيكتب ايه. انت تقصد انتقاد الاعلام كابتن حسام عندما تطرق للقضيه الفلسطينيه، ولا تقصد انتقاد كروي واخطاء؟ لا عموما، تمام، كرويه. فلازم المدرسه بتاع النقد بتاعنا لما تيجي تبرز مشكله اديني الحل، لان ده دور الاعلام والنقاد. زي ما قلت لك احنا كنا لما بنلعب نستنى كابتن حسن المستكاوي يكتب ايه، فانت اكتب وقول لي المشاكل اللي موجوده واديني حلول. فالمسانده اللي كانت موجوده والحاله دي لازم تستمر، احنا لازم تستمر. فالحاله اللي احنا جبناها دي كانت فرصه بالنسبه لنا، فاحنا ما خدناش حقنا النهارده، فكان هو كان عنده حق. وانا اول مره واشوف مدرب خرج من بطل العالم ويقول انا اسف، انا اسف. هو قال انا اسف، انا بعتذر للناس. لا، انت قدمت بطوله كبيره يا كابتن حسام، بطوله ملحميه الصراحه، ورساله للولاد. انا اتشرفت الصراحه واستمتعت بالخمس ماتشات، واي حد زائل من الكلام او اي حاجه انتوا فوق راسي. انما الحاله اللي انتوا عملتوها لنا الخمس ايام او الخمس ماتشات كانت 5 اعياد. فانا بشكركم وفخور بيكم جدا، واي حد زائل من الكلام سحب ايه معلش. فدي حاجه لازم الولاد يتعلموها، ازاي تتقبل النقد، او ازاي تتكلم او تتقبل الراي الاخر. احنا عندنا في الجيل الصغير يا محمد ما بيحبش حد يقول له انت فيك كذا، انت فيك كذا. اللي بينتقدك عاوز مصلحتك وعاوزك احسن منه بسبب الحب. وعاوزك احسن منه. فالصراحه كانت كاس العالم ده حاجه شرف لينا وفخر لينا وفرصه يا رب نستغلها لتحسين امورنا والمنظومه الكرويه كلها. المهم الكرافتات الحمراء ال5 اللي عندك خبيهم، لسه ورانا ان شاء الله كاس افريقيا وكاس عالم جايه باذن الله. لا انا اخر 20 احنا المره دي مطولين. شوفنا 20 30. استمروا معكم في هذه التغطيه مشاهدينا الاعزاء، ولكن بعد